ابويا ساب امه وراح اتجوز عليها، وانا لما عرفت بالموضوع طردته من البيت، وانا جاي لك تكتب لي البيت. ابوك اتجوز واحده غير امك يعني؟ اه. وانا طردته من البيت وعايزك تكتب لي البيت. بقيت انت الوصي على ابوك، بقيت انت كده ابوه، ونسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. رميت دي ورا ظهرك، رميت كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورا ظهرك. بقيت انت اللي هتحجر على ابوك، وانت اللي هتكتب البيت، وهتروح فين من ربنا بقى؟ هتقول له ايه من الموقف العظيم كده وانت واقف قدام ربنا؟ ابوك شاف امك قبل ما يشوفك، مش كده؟ وهي شافته قبل ما يشوفك، هتشوف علاقتهم ببعض ممتده بوجودك او من غير وجودك. انت بقى عملت نفسك السلطان عليهم، ورميت كل العلاقات الطيبه دي، وبدل ما تعدل بينك وبينهم وبين بعض طردته وضربته وجيت هنا تكتب البيت. انت راضي كده عن روحك يعني؟ قدام ربنا انت كده راضي يعني؟ انت روح حب علينا ابوك وامك، حاول ترضيهم على بعض. حتى لو اتجوز، امك ممكن تكون تعبانه شويه، كبيره في السن، الراجل محتاج حد يخدمه، انت مشغول مع مراتك وعيالك، فالراجل محتاج حد يخدمه يكون معاه يعفه. والدتك تعبانه؟ تعبانه شويه. تعبانه، يبقى ربنا يشفيها. والراجل له طلبات معينه، ما غلطش ولا كفر. ارجع راضي ابوك، ارجع راضي ابوك.